بص بقى يا عم مصطفى، بما انك ابن خالتي اللي امي دايما بتعايرني بيه، قول لي انت عديت من الثانويه العامه ازاي؟ ده احسن امي بتتدرب من دلوقتي. ياه، انت مش متخيل كم الضغط اللي كان عندي عشان انا ابن خالتك برضه، وكنت لازم اجيب اعلى درجه خاصه في اصعب ماده وهي الفيزيكس. ايه ده؟ انت كمان كنت مضغوط؟ طب قول لي عملت ايه؟ يا ابني اول حاجه كنت لازم اروح مكان يظبط لي دماغي ونفسيتي ووقتي، لاني كنت مضغوط خلقه من فكره الثانويه العامه اصلا، فرحت لاكاديميه الدكتور محمد عادل. لا بقول لك ايه، فهمني بقى. بص بقى يا سيدي، اولا الملازم الثلاثه، ملزمه للشرح مع تدريبات قويه بتتم في الحصه، وملزمه فيها افكار الاسئله الهاي ليفل من كل المصادر والكتب الخارجيه، وكل ده بينزل في فيديوهات ببلاش، وملزمه للواجبات متقسمه من السهل للصعب، واسئله نظري ومقالي ومسائل. طب والمذاكره؟ انا مشكلتي مش منظم خالص. ما تقلقش، قبل الحصه بيشوفوا واجبك، تدخل تحل كويز، وبعد كده الدكتور يشرح كل كونسبت ويحل عليه، وفي الاخر كويز تاني عشان يطمنوا انك فهمت اللي اتشرح كويس. طب لو مش بحضر في السنتر؟ في نظام اونلاين متكامل، تتابع فيديوهات، تحل وترفع الواجب، ولو ما خدتش الحصه في السنتر تعوضها اونلاين عادي. طيب وحل الواجب الصح بعرفه ازاي؟ انت اصلا بتستلم الاجابات النموذجيه لكل حصه، والدكتور محمد بيعمل فيديو بيحل فيه الواجب بنفسه خطوه بخطوه، وبتنزله كامل وبيتقطع سؤال سؤال. ده غير بقى جروب التليجرام، في اسيستنت جامدين بيردوا على كل الاسئله العلميه، وكمان لايف علمي لطلاب الاونلاين، وعندهم كمان تيم دعم نفسي بيساعدوك تنظم وقتك وتذاكر وانت مرتاح من الضغط. طب هم بيتابعوا مع البيرنتس؟ اكيد، في رسائل بالحضور والدرجات كل اسبوع، ومكالمات دوريه لولي الامر لمتابعه مستواك، في كمان ايفنت ترفيهي الدكتور بيكافئ فيه الطلاب المتفوقين شهريا. خلاص هسجل دلوقتي قبل ما الشبشب يشتغل رسمي. اتصل دلوقتي وسجل معانا وانضم للمتفوقين في أكاديمية انترستيلر ان فيزيكس الدكتور محمد عادل. الكول سنتر معاك في أي استفسار يوميا من 10 صباحا ل7 مساء ما عدا يوم الجمعة. انترستيلر ان فيزيكس، your way to success.